حفطركم اليوم حنحضر معكم وصفة تحلية الفراولة. تجي بزاف بنينة خفيفة توالم سهرات تاع رمضان وتقدروا تحضروها يعني في وقت قصير. البنة ما نحكي لكمش. هنايا واش عندي الطبقة الاولى حنحضرها. درت هنايا 2 كيسان نتاع الماء، عبرت بالكاس اللي شفتوه، ونزيد عليهم هنايا ندير عليهم كيس تاع الفلون ذوق الفراولة، ونحط عليهم 2 مغارف كبار نتاع سكر، نخلطهم ونخليهم فوق النار حتى يغلي لي هذا الخليط، ومن بعد نحيه. بعد ما غلى ليه الخليط تاع الفلون هنايا زدت عليه شويه برك تاع ليكستري تاع الفخاز ذوق الفراوله، راح يعطيها اللون وذوق. نجيب لي فيغين تاعي هنايا نحط فيهم الفراوله اللي كنت قطعتها لي فخاز، قطعتهم صغار دي بتيدي صغار، نعمر لي فيغين تاعي يعني غملت يعني شويه برك، ونحط عليهم الخليط تاع الفلون، وندير لي فيغين تاعي في الثلاجه يبردوا شويه حتى يشد هذا الخليط، يعني يشد روحو شويه باش نقدر ندير طبقه ثانيه. هنا طبقه ثانيه واش فيها نص لتر تاع حليب، فيها 80 غرام نتاع سكر، فيها حوالي 70 غرام تاع نشا، نخلطهم كامل هذا كما كنتم تشوفوا بارد في بارد، وزدت عليهم 2 مغارف كبار نتاع الفلون ذوق الفراوله، ونحط اللاكام تاعي هذيك فوق النار نبقى نخلط فيها حتى تولي لي بهذا القوام، يعني تجي شاده روحها. نفرغها هكذا في ريسيبيون ولا ونغطيها ونخليها تبرد. بعد ما هكذا بردت لي وشدت روحها، شوفوا كيفاش ولا القوام تاعها شدت روحها. كنت طلعت انا في جهه كاس تاع عبره شونتيي بنص كاس تاع الماء بارد، طلعتها بيان. وهذيك الكريمه تاعي فوالا ضربتها بالباتور حتى تحصلت على هذا القوام، وزدت عليها كميه من كريمه الشونتيي حوالي 2 مغارف كبار معمرين حتى 3 مغارف، حتى نتحصل على كريمه شاده روحها. درتها في اون بوش، واني درتها طبقه ثانيه في الفيغين تاعي كما راكم تشوفوا، ومن بعد في الاخير زينتها بكريمه الشونتيي. شفتوا بلي طريقه سهله تحصلوا على تحليه راقيه وبنينه، وشكل تاعها يجي بزاف يشهي، توالم سهرة تاع رمضان، توالم كي يجوا عندكم يعني ضياف ولا، وتزينوها هكذا بالفراوله. ودرت لها زينتهم هكذا بالفراوله، ودرت لهم شويه نتاع ناباج من الفوق. ما تنساوش ديروا لي اكسبور لا فيديو واحتفظوا بلا فيديو، على بالي بالله راح تحتاجوها، ونتلاقى في وصفه اخرى. سلام.